هلا وهلا بنات، شلونكم؟ رجعت وياكم. بنات هنا أنا راح أسوي لكم فيديو عناية كاملة للنباتات. بعد ما حد ما يسألني يجي على الخاص شلون وملون، تجون على الفيديو تشوفوه بالتفصيل ممل، وإن شاء الله كل نباتاتكم تنجح. هنا أنا مستوقع من بيج جاردينية شغلات للنباتات تفيد، شغلات مثل ما يقولون أساسية اللي هن قدامكم، يعني إكسسوارات للنباتات. بس بعدين حاستعملهن قدامكم. هذا المقص خاص بالنباتات، هاي مال حراثة، ذني الدعسوقات. أقول لكم كلهن شنو فوائدهن. وأيضا كرات الطين أخذت من عندهم للتجذير كلش زينة، وأخذت من عندهم هواي شغلات. هذا كلش زين، اللاصق يجنن. هسه راح أشوفكم شنو راح أسوي بيهن بالتفصيل ممل. كلن أخذتهن من بيج جاردينية. ضيفوا البيج وعنده توصيل لجميع المحافظات وبغداد، وأيضا عنده كل النباتات الظلية اللي متوفرة، كل النباتات تجنن. وأيضا أخذت معنا نبتة القفص الصدري راح تشوفوها، وأيضا أخذت معنا ذني مثل ما تشوفون الخوص، تنفع الديكور البوهيمي ويا الديكور ماتي، وهم ماتين تقدرون تحطوهن جوا النباتات أو في الديكور النبات. كلش حلوات طبعا، وعنده شغلات كلش هواي ديكورات مال النباتات، عنده إنارة تجنن، كلش هواي شغلات. طبوا للصفحة وشوفوا. تمام، هسه راح أبدي وياكم خطوة بخطوة. يلا تعالوا ويانا. أول شيء أنا هذا السماد مالتي اللي أسمد النباتات كل شهر أسمده. تمام، السماد أغذية النباتات، أما هذا تاخذون يا أما تاخذون NPK، نفس الشيء تاخذون هذا بكيفكم. وهذا ملمع مال أوراق مال النباتات. الملمع هماتين كل شهر تستخدموه. ليش؟ بعد ما يصير انسداد بالأوراق تنسد الأوراق. هسه أول ما أجي أهتم بالنبات، أول شيء أفحص النبات وأشوف شنو أكو ورقة صفرة. كل شيء اللي أشوفه بورقة صفرة، ورقة مو زينة، كله لازم أقطعها. ما يصير تبقون بالنبتة ورقة صفرة ورقة ذبلانة وتعوفوها بمكانها، لازم كله تقطعوه. وأيضا هنا دا أباوع النبتة مالتي، العناية مالتي صحيحة. إذا شلون تعرفوها صحيحة؟ يعني قاعد تطلع نباتات جديدة. تمام، فأنا شفت هنا نباتات جديدة طالعة كيوت عندي، فكلش فرحت بيها وتأكدت بأن شغلي صحيح. هنا أجي ثاني خطوة أفحص التربة. أطبب إصبعي أشوف إذا إصبع مبلل يعني ما تحتاج سقي، وإذا إصبع يابس يعني تحتاج سقي. تمام، أجي هنا NPK أو الأسمدة مالتي مال النبات، أخلي نص جلاس بهذا المحقان دا تشوفوه قدامكم، أزقي بيه كل النباتات، ونص جلاس بالمرشاش. يعني هو الجلاس، يعني الجلاس من الأسمدة النباتية أو NPK جلاس أقسمه نصين، نص بالسقي ونص بالرشاش. الرشاش أرش بيه الأوراق، لأن هو غذاء للنبات يعني للجذر، وغذاء أيضا للأوراق. يعني هذا شوفت لكم إياه NPK أو الغذاء مال النباتات أو الأسمدة. باعوا هنا الخطوة الثالثة، جبت بالرشاش خليت أيضا هذا الرشاش كله، خليت العبوة كبيرة. طبعا هذا الرشاش خليت وياه نص هذا هو الجلاس، نص القبق مال الأسمدة هنا. وحاجي أرش النباتات كلها وأغسل الأوراق مال كل النباتات. ملاحظة مهمة، البلاب مثل ما تشوفوه قدامكم، هذا بالنص مالته يسموه هذا اللي هم اللي يخلوها مثل العودة، بعد يسلقون عليه البلاب. هذا متكون من ألياف، هذا دائما ترطبوه. حتى لو انتم تريدون تسقون البلابة بيها مي، أو التربة مالتها بيها مي، هذا بالنص لازم ترطبوه. ليش؟ لأن البلاب يحب رطوبة، فهو لأن مرتفع عليه، فإذا هذاك يابس البلاب يبدي يابس ويصفر. فلازم هذا رطب بالنص، هذا اللي محطوط العودة لازم رطب، لازم رطب. فإذا تنتبهون علي أنا دا أرش الأوراق ودا أرش هذا بالنص العودة المتكونة من الألياف بعد تكون رطبة، لأن البلاب كلش يحب الرطوبة. تمام بنات، إذا تصفر عندكم الأوراق، إذا تبدي شغلات ثانوية، يعني لا، أما التربة عندكم يا أما عندكم سقي زايد صاير عندكم، يا أما التربة صاير بيها دود، فهواي أمور بالنباتات. فأنا كل دا أبحث صراحة بالإنترنت وأتعلم النباتات بالتفصيل ممل. هنا هذا البلاب يسموه هذا البلاب مثل ما تشوفوا قدامكم، هذا البلاب يسموه المتدلي. تمام، وهذاك مثل ما تشوفوه كبير البلاب المتسلق بس يتسلق. المتدلي لا أحطه أني فدا علقه يظل يدله. تمام، مثل ما تفهمون هو البلاب قسمين، أكو مدلي وأكو متسلق.
ماشي حبايب. هنا مثل تشوفون غسلت كل الأوراق، والباقي شفت أكو بقالي ماي، وبنفس الوقت التربة بعد تحتاج، فسقيتها بالرشاش مثل ما تشوفون قدامكم. جلد النمر كلش ما يحب المي الهواي، كل شهر أسقيه مرة. هو لما أسمد عن التسميد مال النباتات كل شهر مرة. تمام. السقي مال البلاب إذا بالصيف كل أسبوع، كل 10 أيام، كل أسبوعين لما تفحصون التربة. والجلد النمر كل شهر. جلد النمر نهائيا ما يحب المي. ليش؟ لأن هو بداخل الأوراق مادة لزجة بيها مي، فنهائيا إذا تخلون جلد النمر هواية مي يبدي يخيس جلد النمر عندكم وتذبل الأوراق مالته. فجلد النمر يحب العطش، شلون الجمل هو يعيش بالصحراء، يحب العطش، يتحمل الحرارة. فجلد النمر نهائيا لا تخلونه هواي مي ولا تسقوه هواي مي، لأن يبدي يخرب عندكم جلد النمر كلش نحس بالمي. ما تدخلوا له أي شيء، بس كل شهر اسقوه مرة جلد النمر، ورقبتكم خيطياتكم برقبتي كل شيء ما عليه. تمام. حتى تشوفون السندان الصغيرة ما جلد النمر مجذرة من عندها. تمام. بينما قلت لكم اللبلاب لا، يحب السقي كل أسبوعين مرة تفحصون التربة ولا تسقوها. تمام. والتسميد كل شهر مرة. إذا بالشتاء، أنا صراحة بالشتاء دا هسه الدنيا باردة دا أسقيهن هماتين بالشهر مرة، كلهن أسمدهن سوا، أسقيهن سوا، كلهن سوا. بس البلاب يحب الإنارة، لازم أكو إنارة فوقه وإنارة داير مدايرة، يعني لازم أكو إنارة. إذا ماكو إنارة يبدي البلاب يصفر عندكم ويبدي يذبل الأوراق مالته ويكتشي. تمام. يحب الإنارة. وهذا البيج مثل ما أقول لكم، البيج اللي ححط لكم أنا اليوزر مالته، هذا عنده إنارة تجنن، إنارة مال نباتات وأشعة فوق بنفسجية. تاخذون الإنارة من عنده وتخلوها وخطيتكم برقبتي. أيضا عنده مكان، هذا البيج مكانه وين؟ بالكاظمية، محله بالكاظمية، شارع عكد، وين مرطبات الساقي بالفرع. تريدون تروحون تزورون للمحل تاخذون من عنده، تريدون تاخذون توصيل من عنده، شغلاته تجنن. إنارة مالته إن شاء الله أنا الأسبوع الجاي أروح أخذ من الإنارة مالته، لأن كل شيء إنارة مالته حلوة وأشعة فوق بنفسجية تنطي غذاء كامل للنبات. يا أما تخلون الإنارة أشعة فوق بنفسجي، يعني القلوب بنفسجي، يا أما تخلون القلوب الشمسي كأنه هو بالشمس، أشعة الشمس. هاي مثل ما تشوفوها قدامكم القفص الصدري أيضا ما يحب الماء الهواية، وهم يحتاج إنارة تكون عالية. هاي أخذتها هماتي من هذا البيج اللي ححط لكم الحساب من عنده. تمام. دائما لما تخلون بالنبات وتزرعون النبات لازم تكون مو طين تجيبوه من برا وتحطوه بالسندان وتقولون ليش النبات قاعد يموت عندنا. لازم تحطون سماد خاص بالنباتات تزرعون بيه النباتات. لازم بتموس بنات، لازم بتموس تجيبوه، ويا البتموس تجيبون هاي الحبيبات البيض الصغار. ليش؟ بعد ما يدود عندكم التربة تخبطون ويا البتموس هاي الحبيبات الصغار البيض. هو من أبو المشاتل تاخذوها، هو من هذا البيج هماتها موجودة عنده. تخبطون بتموس ويا حبيبات صغار بيض وتزرعون بيها النبتة. بعد ما يجي النمل نهائيا اللي يمها، خلوها ببالكم إذا نملة واحدة تصعد للنبتة مالتكم، النبتة اعتبروها صارت بالشط كلها ماتت. تمام. هنا بعد ما كملت سقيهن، وبعد ما كملت عنايتهن، وبعد ما كملت كل شيء أمورهن تمام، اجيت أريد أجذر. شوف الدنيا طولانات عندي الحبايب مالاتي من البلاب، قلت أجذر من البلاب. فهنا أنا أخذت قطعت اللي أريده بهذا المقص الخاص، أيضا موجود بعد هذا البيج. وبعدين طببت هنا النباتات مثل ما تشوفون قدامكم، طببتهن مكانهن المخصص. وهنا أنا حأشد هذا الغصن الطويل ما قصيته، حارد أشده، بعد أريد يتسلق على البردة، شديته بالبردة مثل ما تشوفون قدامكم. لازم تشدوا، ما يصير تبقوا بالقاع. بعد لما تشدوا ساعدوا على التسلق، ساعدوا على يمشي النبات، يمشي ويتسلق يقوم. لما تعوفوه بمكانه يقوم ما يتسلق ولا يمشي النبات. فهنا مثل ما تشوفون قدامكم دا أشد النبات. اتبعوا الخطوات مالتي وضيفوا البيج، والبيج عنده هواي شغلات وهواي أمور تجنن. كل شيء يخص النبات عنده خيلوا ببالكم. حتى زهرة الجاردينيا، زهرة الأوركيديا هاي اللي موجودة عند إيكيا الاصطناعية، هو عنده طبيعية، زهرة الأوركيديا الطبيعية. أنا إن شاء الله الأسبوع الجاي حروح للمحل وآخذ من عندهم إنارة وزهرة الأوركيديا
واشوف الكميان شلون جمال وش قد حلوات بالحقيقة. زهرة الأوركيديا تجنن، ريحتها تجنن، والإنارة مالتهم يخبر، وكل شيء عندهم اكسسوارات يخص الزرع يخبر عندهم هذا البيج. باع بنات هذا هماتي الستاند أخذته من عندهم. هذا الستاند الصراحة كلش يفيد، توقفون بيه وتسندون بيه النبات لما يكبر. النبات لما يكبر احنا معروف عنه لما يكبر يقوم ما يحمل نفسه، يقوم يتهطل مننا ومننا، لازم نسند نفس شي بعد الأوراق مالته ما تنكسر ونحافظ عليها. فهذا العودان كلش زينة، فأنا جبت من عندها عودة وخليتها، وبعدين جبت هذا الشريط اللاصق. هذا الشريط اللاصق هو خاص بالنباتات، هم لونه يصير أخضر، وهم موجود على هذا البيج اللي بدي أقول لكم عليه. تمام. جيت لفيت جلد النمر مثل ما تشوفون قدامكم بالشكل. ليش؟ لأن كانت متهطلة من هنا ومن هنا، فمن كل ما تلفوها جلد النمر وهيك تكون بهيك طريقة بعد حافظون عليه، لأن بعد ما تنكسر عندكم الورقاية مالتها. تمام. فجيت شديت جلد النمر. هذا اللاصق كلش فادني البارحة، كلش فادني. يعني هذا النبات هذا قصدي اللاصق، يعني هو مثل الشي تلفوه وتقصوه وتلزقوه، يعني أبد ما يأذي النبات، هو خاص مع نبات كل زين. يعني البارحة لما دا أسوي النباتات ودا أسوي العناية الكاملة، لو تشوفون إيش قد فادني كل النباتات لميتي وصار عن طريقة كلش حلوة، أحسن ما كان منا ورقة طايرة ومنا ورقة طايرة. تمام. هسه بعد ما كملت هاي الخطوات كلها هذا المقصد مثل قبل شوية شفتوه هماتي أخذته من البيج الخاص، هذا الجاردينيا خاص مع الزرع. تمام. جيت هسه على الاكسسوارات الحلوات اللي جمالية للسنادين، اللي هن ذني الدعسوقات، الفلفلات. اكو فد معلومة تقول بأن ذني مو بس زينة، لا، ذني الدعسوقات او اللي نخليهن بالتربة، خليتهن انا بالتربة مثل ذني الفلفلات وغيرهن. هذني لما الحشرة لما تشوف شيء أحمر على النبات تخاف تقترب من نبته. تمام. فالحشرة لما تشوف شيء أحمر على النبات ما تقترب بعد يم النبتة مالتك وما تاكلها. يعني لما تاخذون الاكسسوارات الحمر مال الدعسوقات الكبار والصغار، مال الفلفلات، مال الفطور، ذني مو بس جمالية يطن، لا، هن هم جمالية وهماتين فائدة للنبات بعد. هن حمر ما تجيهن أي حشرة ضارة عليهن ولا تاكلهن ولا أي شيء تسوي بيهن، لأن هن حمر. تمام حبايبي. آخر شيء وآخر مهمة، بعد ما مسحتهن جبت قطن. آخر شيء أجيب قطنة وأمسح ورقة. تخيلوا التعب بيهن، وبعدين تقولون شلون إحنا نباتاتنا تموت، لأن نبات يراد له تعب وعناية. شلون الحيوان لما يراد له تعب وعناية، شلون الطفل. فجبت تخيلوا ورقة بالقطنة وأمسح بيها ورقة. آخر شيء قمت أرش الملمع مال الأوراق. الملمع مال الأوراق أيضا تلقوه عند البيج. الملمع مال الأوراق أو مال النباتات ترشوه على بعد 30 سنتيم، مو ترشوه مباشرة على النبات لأن يحترق الأوراق مالتكم. ترشوه على بعد 30 سنتيم، وشوفوا الورقة شلون تلمع عندكم. وأيضا كل شهر ترشوه مرة، مو يوميا ترشون مرة، كل شهر ترشوه مرة. ودير بالك لا تحترق الأوراق من قريب، على بعد ترشون من عنده وكل شهر مرة، لأن يسد مسامات الأوراق إلى يومية. تمام. صعدت بالطابق الثاني وبديت أعتني بالنباتات مع الطابق الثاني مثل ما تشوفون قدامكم. وشفت التربة تحتاج إلى تهوية مثل ما تشوفون قدامكم. قلبت كل التربة بالأدوات الخاصة بالحراثة اللي أخذتها أيضا من بيج جاردينيا. بعض بنات هاي هنا قدامكم تسميد. هاي هنا تسميد على شكل أصابع. هاي تغرسوها بالتربة مثل ما تشوفون قدامكم وخلاص وتعوفوها، هي حسمت التربة تلقائيا. هاي 60 يوم بالضبط ما تحتاجون تسمدون التربة. 60 يوم يعني هاي أنا حسيت تفيد اللي إذا تسافرون بكمية يعني طويلة، سفرة طويلة عندكم وما عندكم أحد يعتني بالنباتات، فهاي راح تكون كلش يعني أنا حسيتها تنفع للسفر. إذا تريدين تسافرين مثل ما قلت لك تنفعك هاي، تخليها وتعوفيها 60 يوم هي مسمدة التربة، أنت مطمئنة النبات مالتش مسمد. وبنفس الوقت لا تتعازين من الخبط مال MBK ومال معرف شنو وهوسة والدوخين. تجين تنشخين هاي بالتربة وتسقيها وراها ماي، وكل شهر تسقين ماي
عند الشهرين هي هاي مستمدة التربة. هذا إصبع واحد تخليه بالتربة مدة شهرين كاملة مستمدة عنش التربة وأنت مطمئنة. مجرد كل تجيني تزقيها كل ما تجف التربة عليك تزقيها وتخلصين من الموضوع كله. بنفس الوقت هاي الإكسسوارات الحمر مثل ما تشوفوها قدامكم جيت وعدلتهن للتربة. أيضا هاي الستاندات شوفوا شلون خليتهن وسندت بيهن كل أنواع التربة، كل أنواع الصناديق مالتي سندتهن على الستاندات. وهذا اللاصق الأخضر مثل ما تشوفوه الخاص بالنباتات كلش فادني، لزملي كل النباتات اللي كانت متهدلة عندي لزمنيها بطريقة حلوة مثل ما تشوفون بالفيديو يمكم. تمام. وهاي الاكسسوارات الحمر خليتهن. هنا نريد نرجع ونقول على التجدير. التجدير بنات، التجدير هنا مهم. احنا نعرف التجدير مي ونجذر، بس هاي الكرات الطين اللي صار فترة أنا أتابع بالتيك توك كلش هابة كلش الموضوع كبر. كرات التجدير وكرات التجدير، فقلت خل أجربهن. هم أخذتها من بيج جاردينيا. كرات التجدير حلوة شلون؟ مجرد خسرتهن وخليت نص الدورق كرات تجدير ونص الدورق ماي وخليت البلاب. يقال أنت كرات التجدير تجذر أسرع مما تجذرين فقط بالمي. فأنا هسه أسبوع 5 أيام أشوف شو قد تجذرن النباتات اللي خليتهن بالدورق مال كرات التجدير وانطيكم خبر. أنا صراحة أول مرة أجربهن، بس شفت ريفيوات كلش هواي بالتيك توك عليهن، فلهذا أخذت. هذا ينباع مثل ما قلت لكم كيلوات. أخذته من بيج جاردينيا. بيج جاردينيا مختص بكل أنواع النباتات الظلية والإكسسوارات الظلية وكل أنواع الإنارة مال النباتات. كل شيء حلو متوفر عندهم، حتى أنواع المباخر اللي لازم تخليه مبخرة يم الزرع مالتك وها هي بنات خلصت جولتنا وهي العناية بالنباتات بالتفصيل ممل سويت لكم إياها قدامكم. بعد تستفادون إن شاء الله وتطبقوها مثل ما أنا سويت، وتاخذون من بيج جاردينيا المواد المطلوبة اللي تريدوها، وإن شاء الله تستفادون كلكم. أحبكم كلش هواية.